صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احلى متابعين في الدنيا كلها واحلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله. برحب بيكم كلكم وكل الموجودين معايا على وصل. عايزه اقول لكم لو حد اول مره يا حلوين بيشوف ام يوسف، ما ينساش ينزل يشترك في كلمه حمراء اسمها الاشتراك كده تحت الفيديو، اضغطي عليها يا جميل. وعشان يوصلك كل فيديو جديد انزله اضغطي على علامه الجرس واضغطي على كلمه الكل عشان يبقى عندك اشعار بالكل. اي فيديو جديد اعمله يوصل لك يا جميل بيه اشعار، يعني بتيجي تدخل الفيديو عندي بتنوروني. تعملي ام يوسف هادي بس استهدي بالله، لا ابدا استور بس. كنت بحاول هنا النهارده معانا روتين هد حيل، نشيل السجاد وهنمسح وهنغسل كل حاجه قدامكم دلوقتي. خليكم معانا يا امارات كده وحطوا لايك لام يوسف، وهو روتين تشجيعي يا حلوين. اي واحده مكسله لا اماريه قومي كده وتنشطي معايا بس استوبري بعد ما تسمعي الفيديو. بجد روتينات بتبقى تشجيع لينا انا مش عارفه اتلخبط ليه. روتينات تشجيعيه تمام كده تمام. كنت بحاول افك الستاره ما عرفتش. خليكم شاهدين، عملت اللي عليا وطلعت وحاولت اشد الستاره عشان اخلعها واغسلها اللي هي الخلفيه. حاولت اخلعها ما عرفتش. انا عامله لها ماسوره جديده بدل الجرار اللي بيبقى في الستاره ده. بتعمليه كده بالبتوع اللي بتبقى فيه كده، بتقد الستاره شمال ويمين بيها. استبره اما استنى استبره كده ما افتكر لكم اسمها ايه والله نسيت. ما علينا، المهم انا غيرتها عملت ماسوره كده، خليتها ابو يوسف عملها لي. رحت السوق وجبت ماسوره للستاير دي زي اللي طالعه جديد. الستاير دي بقى لها سنين السنين، فجبت ماسوره زي اللي بتتركب في الستاير الجديده ودبل، وقمت جايه مخيطه الدبل في الستاير نفسها عشان مش كل شويه افك واركب. اشتريت دماغي وخيطتها بخيط وبغسلها بيها وبنشرها وبعلقها تاني. لان الستاره التانيه كان في كده اللي هي ورا القضبان اللي بتبقى في الستاير دي كانت كل شويه تتقطم. الستاره على الشباك كل شيء ده شمال يمين اللي هي الدبل دي الشنكل ده تتخلق. افتكرت لكم اسمها. فكان الموضوع صعب وكانت مزهقاني قوي وشكلها وحش. فاقوم ايه، انا نسيتكم اصلا انا كنت هغسل الستاره. فاقوم ايه جيت نازله طلعت افكها. فابو يوسف لما عمل الماسوره عملها بالظبط يعني، فجيت افكها ما عرفتش. ما علينا يعني، ما غسلتهاش المره دي. لما يجي ابو يوسف كده افكها. حط لايك يا امرايه كده فضلا وليس امرا. يلا تعالوا نتشجعوا سوا. انا كده نفضت الركنه واشيل الحاجه سجاده دي تقيله قوي ورخمه. عشان اطلعها بقول لكم هطلعها على السلم وجاي، لان الشباك زي ما انتم شايفين كده ما بعرفش احط عليه سجاد. طلعتها على السلم واقوم جايه تاني. يلا بينا بقى ندخل على الشغل الجامد وهد الحيل. بدات اتعب من اولها كده. عايزه اقول لكم اسوء حاجه كانت في الموضوع ده النهارده ان المروحه اللي في الصاله الفيشه مخلوعه، فاللي هو بيشتغل من غير مروحه. تخيلوا بقى. وانا كنت حراره بصراحه. هزق الركنه دي كده عشان اجيب اللي ورا. اوعوا تستخضوا من اللي ورا الركنه خالص. بصوا مصليه ابو يوسف عامل لها بتاع كده عند الراجل بتاع العربيات اللي بينجد العربيات، عامل لها ظهر كده ياخدها يصلي عليها في الجامع. ولقيت البوست واقع من على الماسوره ورا الستاره. اصبروا اصبروا ده في مواهب ورا الركنه دي، بس اصبروا هعدل الكاميرا عشان ما كانتش جايه عليا. يا دي الجرس والله العظيم هم رنوا بالصدفه. الناس بيقولوا لي انت بتجيبي حد يأجر، بتأجري حد يرن الجرس على الفيديو. في واحده صاحبتي حبيبتي من السعوديه قالت لي سمي قناتك من كتر الجرس ما بيرن. بتقول لي سمي قناتك جرسي مطبخي. احلى سموره. عايزاكم كلكم كده تدخلوا عند نوجة فاني وعند ايمان الغزالي. قناتين بصراحه اجمل من بعض وهتعجبكم. ادخلوا كده وشجعونا يا جماعه نستمر. بصوا لقيت عربيه ادم ولقيت كراسي دي ابو يوسف كيف يجيب كراسي ياما من دي مش عارفه ليه، مع اني ملهاش مكان. فانا قافلاها كده كراسي بتتفتح وتتقفل، فحطها جنب الركنه. بيجي يوسف ابني عايز اقول له اصحابه او حاجه تحت العماره بياخدها. استغفروا هشدها تاني، ده انا ما ريحتش نفسي خالص في الفيديو ده. ركزي يا حاجه شديها تاني. شدتها ليه عشان اعرف اشد الركنه التانيه دي. لقيت جنيه اللي يجيب امارته هديهوله. بتاع مين؟ هو جنيه كده حديد ماشي، اللي يجيب امارته هديهوله يا جماعه. شديت الركنه التانيه. بصوا بقى جنب الركنه الحته دي والله فيها تراب عشان هي محطوطه جنب الفريزر. واستنوا هقول لكم قصه الفريزر ده ايه ونوع ايه، ومن اسوأ الماركات بجد. وهي ماركه مشهوره في السوق برضه، بس من اسوأ الماركات الموجوده في السوق بجد والله العظيم. لانه باظ وعمال يصوت على عمره. حط الفيشه يفضل تيت تيت يفضل يصوت على عمره كده. انا رحت للركنه هنا عشان امسح الازاز بتاع البرافان ده. مكان ايدينا ما بتبصم عليه كده من فتح ولف. انا كنت بجيب النقشه اكنس ورا الركنه بس اجيب المواهب اللي وراها. دي كانت ماسوره ستاره مركونه ما كنتش مركباها، فهي كنت حاطاها ورا هنا كده مستخبيه. اكنس بقى هنا كده. وده الخرطوم واخدين لي بالكم اللي هي مخبيه مني ورا الركنه. عايزه اقول لكم ان لوجي بنتي قالوا لي علميها تساعدك. فلما بلم شويه غسيل ولا حاجه ولا لوجي ايه ساعات كده ولا هي بابا مش فاضيه لمي يا لوجي طبقي الغسيل ده. فتتخيلوا لوجي بتعمل ايه. لوجي بتطبق نص الغسيل والنص التاني بتخبيه جنب الركنه.
والله العظيم تاخد نص الغسيل تطبقه والنص التاني بتخبيه ورا الركن عشان ما تطبقهوش. ده اللي اكتشفته مؤخرا. دي كانت ازازه واقعه وكراسه بقول لكم مواهب صفاره. كنت بصفر بجرب صوتي مركبه جديد. كنت بصفر كنست هنا كده واقوم جايبه المكون السحري بتاعي. مسحي بيه ازاز، مسحي بيه خشب، حمي بيه العيال اي حاجه. المهم اني بنضف ويعقم اقسم بالله. انا بستخدم الخل بس تنظيف الازاز والخشب وكل حاجه. بصي جربي كده تجيبي خل بس كده وحطيه في الازازه اللي هي بتبخبخه دي، بتبخ دي، اشتريها من عند بتاع المنظفات، وقومي حاطه فيها خل بس من غير بقى لا ميه ولا كلور ولا اي حاجه من الحاجات دي. واستخدمي الخل بس كده تنضفي بيه، بيخلي الازاز بربرق كده. هتشوفي معايا دلوقتي بجد بيخلي الازاز روعه، ولا بيلطش معاكي ولا بيبقع. لا اول ما بتمسحي كده بينضف تنظيف وتعقيم وكل حاجه وتلميع وكل حاجه. مسحت كده انا الازاز بتاع البرفان ده كده. عايزه اقول لكم بقى بيلمع زي الفل بجد. وطلعت يا محلى نور عشان مش عم هرجعها تاني. انا نسيت شويه التراب دول بس همسحهم. هتستنوا بس عشان ما حدش يقول ده الركن على تراب من جنبي وركنتها. هرجع عليها تاني. بس كده خلاص يا ادم. بس كده بقى مسحتها وكنست تحت الركنه هوبا رجعتها ورا. بصوا بقى التراب والورق. التراب والورق بقى اللي طالع من تحت الركنه. هي طاقت في دماغي كده اشيل الفرشه واشيل الدنيا بصراحه وانضفها. النظافه حلوه بجد، النظافه من الايمان. عندي ابو يوسف يقول لي انت عندك مرض اسمه النظافه بجد وحياه ربنا. احب اشيل كل حاجه كده على طول وانضف على طول. حتى في المطبخ عندي على طول تلاقيه بيلمع، اللي هو ايه كل حاجه على طول ايزي فيها فالدنيا تفضل نظيفه. ما تسيبيش الدنيا لما توسخ قوي معاكي وبعدين ترجعي تفكري ان انت تنضفيها بتبقى وحشه قوي. هقول لكم بقى دوت فريش. الفريزر ده فريش انا جايباه ما بقالوش سنه عندي، بس بجد من اسوأ الماركات الموجوده في السوق. انا حبيت اقول لكم والله العظيم مش حلو خالص. بقول لك تشغليه دلوقتي تلاقيه يفضل يصوت على عمره شويه تشغليه. وقبل ما يصوت على عمره كده كان بيتلج الثلاث ادراج اللي تحت وسايب لي الثلاث ادراج اللي فوق. فدلوقتي هو انا متدبسه فيه ومش عارفه اوديه فين. هو بقاله سنه عندي كملش سنه. رجعت ورا هوب يا اسطى. رجعت وهي كانه تاني وانا فاصله مش شغال. يلا بينا بقى ايه نشوف المرار الطفح اللي هنا ده. دي كيسه برده مطلعاه من تحت الركنه. طفي يا ابني. مطلعاه من تحت الركنه هنا ولقيت فيها بقى ايه هدوم ادم. ادم ساعات يلم هدوم يقول ايه انا ماشي مش قاعد لكم. ادم ده عنده كام سنه يا جماعه؟ عنده 5 سنين ونص. ادوني اللي حصل القمر ده. عايز يروح عند جدته وزهق مننا. هشيل بقى ايه السفره كده. انا على طول عايزه اقول لكم ان ايدي في السفره ديت تنظيف فيها لان بجد التراب بيبقى عليها فظيع. وزهقت من التراب والله العظيم بجد. اللي هو انا لسه منضفاه بكره وبعده هتلاقي تراب تاني عليه. مع اني والله قافله الشباك كتير اكتريه الوقت عشان التراب. شيل بقى السفره بتاعتي دي اخف سفره موجوده على اليوتيوب. ايوه كده انا شلت القرص بتاع السفره ده بقى وهنمسح اي تراب بقى موجود. بصوا العيال عاملين ايه. كانوا جايبين كنتوا جايبينها اسمها ايه بلاي ستيشن ولا بلياردو بينج بونج بيقول لك اهو. انا ما اعرفش ايه فيها. ورابطينه وشالوا الفرشه من على السفره المفرش ورابطين البتاعه اللي بتبقى في النص دي كده وعمالين يلعبوا بينج بونج على السفره. ونيموها ربطوها ما شالوهاش. صحي الكراسي زي ما قلت لكم كده من اي تراب. عايزه اقول لكم ده انا الفيديو كان ساعه، انا قعدت ساعه وشويه كمان. او بصوا الفريزر بيصوت قوم طفيه قوم. فقعدت زي ما بقول لكم ساعه وشويه بقى تنظيف. فانا اكيد ما حدش هيقعد يتفرج على الفيديو ساعه خالص يعني. اصل في ناس تخش تقول ما تجريش الفيديو يا ام يوسف. فانا لازم اجريه لان ما حدش هيقعد يتفرج على الفيديو ساعه يا جماعه. ولو حد قعد غيره مش هيقعد. فعشان الفيديو ينتشر يعني حط لايك يا جميل. امسح اي تراب موجود عليها كده. عايزه اقول لك لما تبقى ايدك في التنظيف في البيت وفي الخشب مش شرط بس تنظفي الارضيه وتشيلي السجاد وكده، لا خلي ايدك على طول في الحيطان تنظفيها الخشب. يبقى بيتك منور كده وكل حاجه فيه نظيفه وبتلمع كده. بجد النفسيه بتفرق كتير. عايزه اقول لكم لو قاعده والدنيا مكركبه ببقى متضايقه. انا ما بحبش الكركبه عامه يعني. بس اي بيت فيه اطفال زي ما احنا فاهمين ما بيسيبوش حاجه في حالهم. هطلع العجله بتاعت قدومي دي كده بره بجد مزهقاني. ده في عجله كمان ركناها بره على جنب. مش عارفه ذنبهم ايه الجيران رازوهم بيها على السلم. ما علينا. هشيل بقى ايه الحاجات دي. لقيت بشبش لبسته. طلع النشايه ديت بره لاني هغسلها مش هفرشها تاني. وقوم جايه بقى الم بصوا الجزم بتاعت عيالي. الجزم دي هلمها كده بقى مع شويه التراب والحاجات دي كده. استنوا هلمهم والم الزباله وارجع لكم. سوري يعني. رجعت بصوا الجزامه دي انا اللي عاملاها. عارفين الجزامه ديت معموله من اقفاص الفاكهه. بتجيبي اقفاص الفاكهه كده. انا جايبه 3 اقفاص اللي هم اللي بيبقوا غوط شويه. وتقومي جايه من قدام فتحها كده من الجنب. تقومي قطعه حته صغيره كده وتجيبي اللي هي الجفزان عارفاها اللي بيعملوها ديت بتاع بلاستيك. وتقومي حاطه الاقفاص على بعضها مربطاها بالجفزان دي. وتجيبي بقى قماشه زي دي كده او اي قماشه تحبيها. دي القماشه اللي هي الفرو دي رخيصه قوي في السوق. المتر كان ب 13 جنيه تقريبا.
ولفي بقى الجزمات دي شمال ويمين، ده ظهرها على فكره مش وشها، تبقى ادوار كده فوق بعضها تحطيها على جنب، حاطه فيها بس اللي ايه الحاجات اللي بنلبسوها بس. وزي ما قلت لكم هنا كده هقوم جايه ماسحه الازاز برده بتاع النيش عشان يبقى بيلمع معانا كده وحلو. خلي ايدك في شقتك يا مريا على طول كده تبقى نضيفه زي ما قلت لك. مامتي كانت تقول على طول مثل كده، هي تقول لك اكنس بيتك ورشه وربما حد يخش. الامثال بتاعت الناس الجميله دي بتاعت مامتي ربنا يخليها لي يا رب. اللي هو كمان لنفسيتك انت، ما عليكي انت كمان ممكن اي ضيف يخش لك في اي وقت وحاجتك بتلمح كده وبيتك نضيف. ولو ما حدش جالك لنفسك نفسيتك كده. كنت هنا بصوا جبت ايه ميه من الحل لان المروحه زي ما قلت لكم مش شغاله. ان شاء الله بقى باذن الله كده مع التجديدات بقى هبقى اغير الدنيا دي بحالها، مش عايزه اللون ده خلاص. اللون العفش ده انا مش عايزه خلاص. عايزه اقول لكم ان انا نقلت، بدات انقل بقى في الحاجه اهو. نقلت اوضه الاطفال عدلتها، غيرت النظام فيها. صدقت ابو يوسف نسي شويه. بقالي كتير ما بدلتش العفش المكان على فكره، هاديه بقالي كتير اهو، خليكم شاهدين. لان اخر مره قعد يزعق. السفره دي ما كانتش هنا اصلا، كانت في اوضه ثانيه، في اوضه السفره، وانا قلبت الدنيا، سبت نص الركنه جوه ونص بره زي ما انتوا بتشوفوها كده، الاوضه الثانيه اللي بعملها معاكم. وقمت جايبه السفره في نص الصاله والريسبشن ده. فبدات ازعل من الموضوع ده، بفكر كده ارجع السفره في مكانها تاني. فعند اخر مره جبت فيها السفره هنا، ابو يوسف قال لي انت قربتيها من الباب وخلاص نزليها الشارع. قال لي انت خلاص يا قربت من الباب، افتح الباب بقى ونزليها الشارع. مره قال لي انا عايزك تنقلي اوضه النوم في البلكونه. قال لي انا خايفه اجي الاقيها في البلكونه المره الجايه. انا ناقله اوضه الاطفال مكان اوضتي، واوضتي مكان اوضه الاطفال، وانا اللي فاكره الخشب انا والعيال ونقلينها. بس بجد ما انصحكيش، لاني اتبهدلت بهدله في نقلان الاوضه من اوضه لاوضه. بجد بيقول لك ادي العيش الخباز اللي واكل نص. اللي هو ايه، قلت لا ده انا بطل، انا جدع. انا جدع، ايوه انا جدع. وقمت فاكه بقى العفش انا والعيال. بس بجد احترنا في تركيب الدولاب، لان الدولاب اللي هو الجرار ده بهدله. تخيلي بقى يعني الهدوم بقت في كل حته في الشقه، الدنيا اتقلبت. ما كنتش مفكره ابدا ان الموضوع هيوصل لكده خالص. فاللي هي عملتها خلاص ولا حرمت يا ابوي. ما نقلتهاش تاني اوضه النوم، مع اني نفسي انقلها تاني مكانها، نفسي مين يجي يساعدني وننقلها سوا. لا ان شاء الله لو نقلتها تاني هجيب النجار، خلاص حرمت، لاني بجد اتبهدلت فيها خالص. والدولاب حيرنا. اكتر حاجه تعبتنا في الموضوع ده الدولاب، انك ما بتعرفيش تركبيه تاني. انما النجار بقى ليه شغله، ثواني بركب الدولاب عادي. هكمل هنا كده. ده الخلي كنت برش على ايدي، انتوا ما خدتوش بالكم على فكره. همسح بقى الجزامه دي داخله. عايزه اقول لكم بعد ما خلصت كانت الدنيا والله العظيم بربرق كده. الحيطه بقى هتاخد لها دور معايا بس مش النهارده. عايزه امسح الحيطان برده، هي نظيفه بس برده هي الحيطه المفروض نظيفه جدا. ومن تحت اي بقعه مكان ايد العيال او كده، عارفين لون الحيطه عندي اللون الهفايط دوت، اللون دوت فاتح، تحس ان انت قاعده في مستشفى. اللون ده فاتح قوي، فاي ايد اي تلطيشه اي مكان بصمه ايد كده على الحيطان، فاللي هو على طول بقى بالكلور كده وحته واجي مسح. فهي الدنيا نظيفه بس برده عشان اي تراب اي حاجه تروح. الشتاء داخل علينا بقى انتوا عارفين، مع اني بجد بحب اشتغل اكتر في الشتاء. الواحد ما بيتعبش، ما بيستحرش، ما بيتبهدلش خالص بجد. خلصت هنا بقول لك يلا بينا بقى كده. اقوم جايبه بقى الميه والشرشوبه وحاطه فيها شويه ديتول بطعم النعناع. عشان في ناس بتقعد تتريق وتقول لك ديتول مش عارفه بطعم ايه. لا حاطه فيها كلوروكس، هو كلور الوان بيبقى عليه خل برده. انا خللت لهم الشقه النهارده، بيبقى عليه اللي هو خل وينضف الارض كده ويلمع بيخلي الدنيا حلوه. وفي نفس الوقت على فكره الخل بيطير تاني، يعني اللي هو ما بيبوظش الخشب ما بيبوظش الالوان، بالعكس بيثبت الالوان. انا كنت بقى امسك السجاده دي نفضتها بقى على السن تنفيضه، كلتها علقه. هقوم فرشتها كده، والحافظه اللي عليها مش هفرشها دلوقتي لاني هغسلها. انا دايما بحب افرش حافظه على السجاده زي ما انتوا عارفين، بس نفسي ابطل الموضوع ده. يبقى السجاد شكله حلو كده من غير حافظه، بس عشان انتوا عارفين اطفال مش هبطل غسيل في السجاد. لما يكبروا شويه كده الواحد يبطل الموضوع ده. انا اصلا نفسي اغير السجاد بتاعي كله. هرجع السفره مكانها كده. ده يوسف ابني على فكره، ده يوسف الكبير. حد صاحبه كان بينادي وبقول له يوسف الكاميرا شغاله، قال لي عادي يا ماما ايه يعني. بيرد على اصحابه. بس جدع والله ساعدني نزل الترابيزه، تصدقوا؟ برافو يا يوسف. هرجع بقى السفره مكانها وارجع كل حاجه. عايزه اقول لك هتتعبي شويه بس بعد كده هتبقي الدنيا هتمشي يعني. اوعى كده يا ابني. ايوه وحدوه. هتوحدوه ولا نلقحوه؟ مين عارف القصه بتاعت هتوحدوه ولا نلقحوه ده؟ تعالى ما اقولها لكم. كان في مره اتنين في عزا ميت، في جنازه شايلين ميت.
قام ايه في الجنازه الناس بتقعد تشيل عن بعضها الميت، يعني يقول وحدوه، واحد يشيل بدل واحد، يعني بيبدلوا بعض الميت بيبقى تقيل، فواحد يشيل واحد، فواحد عمال يقول لهم وحدوه، محدش راضي يشيل بداله الميت، وحدوه محدش راضي يشيل بداله الميت، قام قال لهم هتوحدوه ولا لا؟ الشعب المصري ده عليه نكت بصراحه وكلام ملوش حل، كل حاجه بيعمل لها حاجه كده، كل حاجه بيعمل عليها نكته وافيهات وكده يعني. كده انا بقى خلصت، بصوا عملنا بقى الحاجه دي كلها كده وكده، خلاص انا خلصت حبايب قلبي. هعدل الستاره بقى كده، لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ لوجي ومامتها. مع السلامه حبايب قلبي، بحبكم في الله واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.